السلام عليكم. النهارده انا جاي اخلصك من البق، بس بجد من غير الكلام بتاع الفيديوز اللي يقولك طلع العفش على السطوح وطلعه في الشارع ورش مش عارف ايه. لا، انا الحشرة دي قعدت معايا سنة ونص عشان اخلص منها. تعال اقول لك تجربتي وايه فعلا اللي قضى على الحشرة دي. طبعا زيكم زيي، اول ما الحشرة دي بدأت تقرصني قعدت اقول براغيث، قعدت اقول نمل، قعدت اقول اي حاجة، بس مش بق، لان انا ما كنتش اعرف يعني ايه بق. ودي المصيبة، هي دي اللي بتخلي البق ينتشر، لانه بيكون قرصك ونزل وولد، واللي ولدوا قرصوك وكبروا وولدوا فبقى وباء. فيلا بينا بعد سنه ونص اقول لكم ازاي اتخلصت من البق. اولا خلينا اشرح لك ايه هي حشره البق. حشره البق حرفيا ده بيعتبر ابتلاء، لان البيت اللي بيخش له البق ده هيعاني، وهيعاني حبه حلوه. وهي مش فكره ان الحشره دي هنقفل البيت شهر ونمشي هنرجع مش هنلاقيها. الحشره دي بتقعد لحد سنه من غير اكل، والفكره بقى ان هي بتولد بعد ما بتقرصك، والبيت بيفقس بعديها ب 15 ل 21 يوم، يعني وباء. طبعا كلنا دخلنا على جوجل وقعدنا ندور وايه هو البق والكلام ده كله، واكتشفناه طبعا متاخر. فدخلنا على يوتيوب زيي وكتبت كيفية التخلص من بق الفراش، او بالانجلش اسمه بيد بوج، وقعدنا بقى نشوف فيديوهات اللي يقول لك هات كلور وحط عليه نفتالين، واللي يقول لك هات جاز، واللي يقول لك رش مش عارف ايه. بص، انا اتفرجت على كل حاجة، انا بقول لك قعدت معايا سنة لحد ما اكتشفتها وبدأت اعالجها. الحاجات اللي في الفيديوز دي هي بتنفع بس مع البق الكبير واللي واضح قدامك. يعني انت لو جبت المحلول اللي هما بيقولوا عليه ورشيته عليها الكبيرة هتموت. بس مشكلة وصعوبة البق هو انه بيستخبى في العفش. طب العفش ده هنرش جواه ازاي؟ كفاية كلام ورغي لحد هنا، يلا بينا اوريكم ازاي. ومعلش انا عيني كل شوية تلاقوها راحت هنا وهنا عشان انا بصور بالكاميرا الامامية للموبايل، فهي الكاميرا هنا فالشاشة هنا، معلش. اولا كده انت هتروح لحد بتاع منظفات هتجيب منه 3 حاجات. اول واهم حاجه، وده اللي الشركات بتاعت النظافه بتستخدمه، هو حاجه اسمها لاثيون 57%. هي دي الازازه بتاعته، انتوا شايفين انا ماسكه بمنديل عشان ده ريحته ما بتطلعش. النهارده اللي هو شهر 9 في 23 الازازه دي عامله من 80 ل 120 جنيه حسب المكان. خلي بالكوا ان ده سام جدا، ده ما ينفعش ولا نشمه ولا يجي على جلدنا ولا يجي عند البق بالذات. وللاسف الحشره دي عشان تتخلص منها لازم حاجه زي كده. وخلي بالك ده من اخف المبيدات الحشريه. انا عشان كان عندي كلب فكان في حشره اسمها القراد كانت بتمسك في الكلاب. لو البق صعب القراد يعني في مرحله تانية، بس القراد ما بينتشرش وما بيقرش البني ادمين زي البق. فجبت حاجه اسمها الدايزانون وجبت اللاسيون عشان اشوف ايه اللي اقدر اقتل بيه القراد ده. البق بقى حشره اضعف من القراد بكتير، فده هيبقى كفايه قوي 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 ان هو يقتلها ويقتل البيت بتاعها ويقتل اللي مستخبي جوه العفش. طيب انت لو رشيت ده دايركت انت حرفيا هتمشي وتسيب البيت باليوم والاتنين. فايه الحل؟ انك ترشه وفي خلال ساعه لاتنين، اخرك 6 ساعات، تقدر ترجع البيت تاني وتتعامل اكن ما حصلش حاجه. وهو من نفس بتاع المنظفات، هنجيب ديتول وجاز. عايز تجيب الديتول الغالي مفيش مشكله، عايز تجيب ديتول من عند بتاع المنظفات بيبقى ارخص بكتير مفيش مشكله. الفكره بمنتهى البساطه ان الجاز بيساعد ان الريحه تطير، لان الجاز بيطير بسرعه هو والتنر. فلو مفيش جاز هات تنر مفيش مشكله، بس الفكره كلها عشان ريحته تطلع. افيد الناس عشان دخلت على الفيديوهات كتير كله بلح. فبمنتهى البساطه بعد ما بنجيب الحاجه من عند بتاع المنظفات هتطلع الصيدليه تقول له انا عايز سرنجه 5 سم، هتقوم جايب التنر والديتول واللاثيون وتجيب بخاخ. واستنى بقى، هنا انت هنا عندك اختيارين. لازم تبقى فاهم ان البخاخ ده بنسبه كبيره هيترمي، يا الا هيبقى مخصص بس لرش حاجه زي كده في المستقبل. فانت لو هتستخدم بخاخ غالي زي الضغط اعمل حسابك ان البخاخ ده مش هينفع ترش بيه حاجه تانية خلاص. يعني انا اجيب بخاخ ب 100 جنيه دلوقتي سبتمبر 23 يستاهل عشان اتخلص من الحشره دي من البيت كله. والحل الطبيعي بقى هو البخاخ العادي، بس يستحسن يبقى بخاخ كويس وبيرش كويس، زي مثلا ازازه جلاس بتاع الازاز، ممكن لما تخلص او تدلقها وتملاها. ده شكل الازازه، استنى افتحها لكم عشان انا عاملها كل حاجه ممكن لوسائل الامان. يا لهوي بتاع كله ريحته صعبه. ده بيكون منظر المحلول، اللون ده عليه غطا ديتول، ده عليه 5 سم. المفروض ده اصلا بيتحط عليه 2.5 لان دي نص لتر، دي مش لتر ميه. فانا حاطط 5 سم عشان المفعول يبقى اقوى، بس الريحه هتبقى اصعب بكتير. وللاسف ما كانش عندي ولا جاز ولا تنر، خلاص يعني اللي هو لازم اعمله. ايه المشكله لو ما عندكش جاز وتنر؟ الريحه مش هتروح بسرعه، وبسرعه دي يعني 3 4 ساعات، فاهم؟ ده كده بسرعه، فما بالك بقى مش بسرعه.
يوم واتنين. بس بصراحة مفيش مشكلة، بس هي الفكرة كلها لو انت عايش في البيت هيبقى صعب، وبالذات لو عندك اطفال. فطريقة الرش هنجيلها في الاخر خالص، ازاي ترشه في البيت. طبعا ده هيكفي اوضة صغيرة او ممكن اقل كمان، يعني ممكن 2 من ده يكفي اوضة صغيرة. فتعالوا اوريكم البخاخ التاني. البخاخ التاني وده انا طالبه من امازون. طبعا انت مش محتاج تجيب الماركة دي عشان الماركة دي غالية، ممكن تجيب العادي اللي هو الابيض فاخضر ده ب 70 جنيه لحد 120 جنيه. بس انا قلت لا، بقول لك ايه، انا محتاج حاجة زي كده، لان انا عارف يعني ايه بق في البيت. انا قعدت سنة بتقرص، كانوا بيطلعوا على الحيطان، كنت بمسكهم بحطهم تحت كوبايه واقوم قافل عليهم عشان اوري اهلي، اقول لهم انتوا يعني ايه، حد يساعدني. والمصيبه بقى ان هو دخل الاوض عندهم وبدا يقرص فيهم، بس هم كلهم فاكرين دي براغيث، واحنا كان تحتنا نجار فهم طلعوا من تحت عند النجار. طيب ايه فكره البخاخ ده؟ فكرته بمنتهى البساطه، ده بيتملي 2 لتر، يعني هتحط عليه 10 لتر من المادة اللاسون على الغطيين ديتول على 4 غطيان جاز مثلا، وبتقعد تضغط تضغط تضغط، بعد كده تدوس يبتدي هو يرش لوحده. تقعد بقى ترش في الأوضة براحتك، ما تقعدش كل شوية تش تش تش، لا هو عمال يرش لوحده وانت ايه ماشي بايدك بس زي ما بقول لك، انا لو استخدمته في ده خلاص مش هينفع احط حاجه فيه تاني. لو انت البخاخ العادي ما نفعش معاك والحشره بعد 15 يوم من الرش لسه موجوده، لا يا باشا غير، ويستاهل كل جنيه وهيساعدك جدا في الرش. تعالوا بقى نتكلم عن شركات الرش النصابين. شركه الرش اول ما تكلمها هيقول لك ايوه يا فندم تحت امرك، انت هتحتاج من 40 ل 60 لتر، السعر 20 جنيه، يعني كله على بعضه هيعمل من 800 جنيه ل 1000 جنيه. كل الكلام ده بلح. اقل شقه بتتكلم من 80 ل 100 لتر، فمبدئيا كده بنتكلم في 2000 جنيه. لو شركه نصابه بيقول لك ان ده مكثف وده لوحده 50 لتر وما بيكفيش اصلا غير اوضه. طيب تعرف منين الشركه دي نصابه ولا لا؟ خش على الصور بتاعتها وشوف الناس اللي عامله انجري، الناس اللي عامله وش غضب، خش كلمهم قول لهم انتوا شايفكم عاملين غضب على البوست بتاع شركه كذا ليه؟ انا دورت على كذا شركه، كنت بدور على الناس اللي عامله الوش الغضب ده، بدخل اكلمهم قالوا لي نفس الكلام ده بالظبط. طيب تعالوا بقى نتكلم طريقه الرش الفعليه اللي هتنفع. فككم من حته طلعوا العفش فوق السطوح، طلع عفش ايه اللي فوق السطوح؟ ولا طلعوا الجنينه، جنينه ايه اللي هطلعوا فيها؟ هو انتوا بتهزروا؟ والتانيين يقولوا لك هات مكوه بخار ورش، مكوه بخار ارش بيها البيت كله، ايه الهبل ده؟ وفي ناس تانية كانت تقول لك هات اللي هو الخيش، اللي هو ورق الخيش وولع فيه ده بيطرد الريحه. وناس تانية تقول لك ريحان، يعني الروايح بتخليهم ينفروا من المكان بس مش هيختفي. للاسف الشديد البق حشره كارثيه وهو وباء، ولو عايز تتخلص منهم انا جربت كل حاجه لمده سنه وشويه، دي الحاجه الوحيده اللي فعلا خلصتني منه. لا وكمان السنه اللي بعديها لقيت فيه حشرتين 3 ماشيين، فعملت الحوار ده تاني اختفى تماما، ما بقاش فيه اي حاجه الحمد لله. البيت بقى نضيف، بعد شهر كامل قفلنا البيت قعدنا نرش. طب تعالى نتكلم بقى عن طرق الرش. اول طريقه لو هتعرف تقفل البيت لمده شهر، مبدئيا كده انت هترش مره بالليل لانه بيبتدي يتحرك بالليل. بس لو الموضوع كبير وفي كل الاوض وبدا يطلع وتشوفه بعينك، هترش مره الصبح ومره بالليل. ولو انت بقى قافل البيت مش لازم تحط تنر عشان الريحه تمسك في المكان وتقتل اي حاجه موجوده. بس معلش يعني احنا اصلا البيت اللي احنا فيه ده قاعدين فيه بالعافيه، يعني نطلع ونروح فين لمده شهر؟ فهي دي الطريقه التانية، وهو انك ترش مره الصبح قبل ما تنزل الشغل، او انت نازله توصلي العيال المدرسه لمده ساعه او 2 تعملي الطريقه دي. او ممكن لو انت قاعده في البيت تقومي رشه البيت وتنزلي تقعدي في اي مكان لمده ساعه او 2، تروحي السوبر ماركت. المهم لما ترش البيت تقفليه وتسيبيه لمده ساعتين. وطبعا لو عايزه الريحه تروح بسرعه مش هتقفليه، بالعكس انت هتهويه عشان بعد الساعه او 2 ترجعي تلاقي الريحه خفت شويه. لو عندك اطفال في المكان ما ينفعش ترشي خالص، لازم الطفل ده يختفي لمده الساعتين ل4 لحد ما الريحه تخف شويه. وكده انا بجد جبت لكم الطريقه العمليه، الطريقه الوحيده الفعاله اللي انا لقيتها واستخدمتها وجربتها والحمد لله البيت ما بقاش فيه حاجه. وخلي بالك ان دلوقتي انت عارفه ازاي تتخلصي من البق، عندك كل العده اللي انت محتاجاها عشان تتخلصي من البق. فحتى لو جالك تاني في خلال 24 ساعه ل 48 ساعه هتكوني قضيتي عليه. بس انا بتكلم عن الناس اللي عماله تتقرص بقالها اسبوعين و3 وشهر وشهرين وما يعرفوش هو بيتقرصوا من ايه. ساعتها خلاص البق دخل قعد خد راحته. شكرا. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل سبسكرايب للقناه، وارجوك انزل في الكومنتس قول لي او قولي لي الطريقه دي فعلا نفعت معاكي ولا لا. ولو فعلا نفعت معاكوا يا رب دعوه حلوه، لان الدعوات دي انا محتاجها جدا الفتره دي، فدعواتكم